المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. لجان الصلح في القشبركة تعقد لقاءات لتقييم أنشطة عام 2025. جهود في جنوب البحر الأحمر لمحاربة إزالة الغابات والتصحر. مسؤول فرع الإيرادات في الإقليم الأوسط يدعو لسداد الضرائب في أوانها. ترامب يعلن رسوما جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%. أمريكا تعترض 5 طائرات روسية قرب ألاسكا. البرازيل والهند تتعاونان في المعادن النادرة وسط الضغوط على الإمدادات. أهلا بكم. عقدت في عدد من مناطق إقليم القشبركة لقاءات خصصت لتقييم سير أعمال لجان الصلح خلال العام الماضي 2025، وذلك في إطار تعزيز دورها في ترسيخ السلم المجتمعي. وترأست الاجتماعات وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم بمشاركة أعضاء لجان الصلح ومسؤولي المديريات وممثلي إدارات الضواحي. وخلال اللقاءات تم التأكيد على أن آلية الصلح المجتمعي ليست جديدة على المجتمع الإريتري، غير أن تنظيمها وتأطيرها من قبل وزارة العدل يسهم في تعزيز بنية النظام القضائي الوطني، ويطلع بدور مهم في ضمان نقل القيم المجتمعية الأصيلة إلى الأجيال المتعاقبة بصورة منهجية ومنظمة. كما جرى استعراض أهمية لجان الصلح في تعزيز السيادة المجتمعية وتشجيع المواطنين على المشاركة الواعية في معالجة قضاياهم، إلى جانب دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت الوزيرة فوزية هاشم أن منظومة القيم والعادات المتوارثة في المجتمع تمثل انعكاسا لهويته وتاريخه وثقافته، مؤكدة ضرورة تطويرها بما ينسجم مع متطلبات العصر، وكذلك العمل على نقلها إلى الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن ترسيخ هذه القيم يبدأ من الأسرة. وأكد المشاركون أن الصلح يعد من القيم المجتمعية الراسخة في إريتريا لما له من دور في تحقيق حلول مستدامة للنزاعات ومعالجة آثار الخلافات وتعزيز روح الوئام والوحدة بين المواطنين، ما يستوجب مواصلة دعمه وتعزيزه. يذكر أنه في إقليم القشبركة توجد 217 إدارة ضاحية، ويباشر 1085 من أعضاء لجان الصلح مهامهم في مختلف مناطق الإقليم. ذكر مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بإقليم جنوب البحر الأحمر الرقيب محمد أحمد بأهمية تضافر الجهود للحفاظ على الغابات والحياة البرية، وأشار إلى أن ظاهرة إزالة الغابات مثيرة للقلق مقارنة بنقص موارد الغابات في الإقليم، مناشدا المجتمع والمؤسسات الحكومية بتعزيز مشاركتها وإلى الاهتمام في هذا الصدد. وأوضح الرقيب محمد أن أعمال مراقبة الغابات والحفاظ على الحياة البرية تسير على حسب لوائح الحفاظ على الغابات والحياة البرية وتنميتها، وأنه تم فرض عقوبات وغرامات على المخالفين في حملة الرقابة التي أجريت في الشهرين الماضيين. وحث في الختام الجميع للمشاركة بوعي في السيطرة على القطع الجائر للأشجار التي تلاحظ في الآونة الأخيرة للحد منها وتجنب الأضرار البيئية الناجمة عنها. حث مسؤول فرع الإيرادات بالإقليم الأوسط السيد مكونن برخة أبدى في الضرائب على الإفصاح عن دخلهم الحقيقي ودفع ضرائبهم في الوقت المحدد بحسب الإعلان رقم 62 لعام 1994. وأوضح أن دافعي الضرائب ينقسمون إلى 3 فئات: الفئة ألف، وتشمل أولئك الذين لديهم دخل يزيد عن 1,000,000 نقفة سنويا، والفئة باء الذين يتراوح دخلهم 200,000 نقفة إلى 1,000,000 نقفة سنويا، والفئة جيم التي يصل دخلها إلى 200,000 نقفة سنويا.
وذلك بذكر أنه يوجد ما يصل إلى 1300 دافع ضرائب في الفئة ألف، وأكثر من 18,000 دافع في الفئة باء، و43,000 دافع في الفئة جيم، بالإضافة إلى وجود 38,000 من دافعي الضرائب من ملاك العقارات. وأشار إلى أن عدم دفع الضرائب بموجب المادة 365 من قانون العقوبات يترتب عليه غرامات والسجن، مضيفا أن الفئة ألف تدفع الضرائب من شهر يناير وحتى شهر أبريل، والفئة باء من يناير وحتى شهر مارس، والفئة جيم من يناير إلى فبراير. وقال إن عملية دفع الضرائب يتم تنفيذها من قبل مكتب الإيرادات وفقا ل7 قوانين وإعلانات صدرت منذ عام 1994، وأنه تم فتح 5 فروع على مستوى الإقليم لتسهيل خدمات دفع الضرائب. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للفرع، أفاد السيد مكونن أن أهمها هو تحديد عدد دافعي الضرائب بشكل صحيح، وتوظيف الخبرات في المكان المناسب، وإجراء التحسينات اللازمة في نظام توزيع الضرائب والرسوم. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالإقليم الجنوبي بالتعاون مع فرع وزارة الصحة دورة توعوية حول الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وشاركت أكثر من 80 امرأة في الدورة التي نظمت يومي 17 و18 من فبراير الجاري، وركزت على المسببات وأعراض الإصابة بنقص المناعة المكتسبة HIV/AIDS والتهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى الوقاية من مرض الملاريا والسيطرة عليها. ونصح مسؤول السيطرة على مرض نقص المناعة المكتسبة HIV/AIDS والأمراض المنتقلة جنسيا بفرع الصحة السيد أسف فوقبر ميكائيل، نصح النساء على الوعي بخصوص الأمراض المنقولة جنسيا والوقاية منها. كما أوضح مسؤول محاربة الملاريا السيد ميكائيل هبتماريام بدوره أساليب الوقاية من مرض الملاريا، مشددا على دور المرأة الفعال في الحفاظ على نظافة البيئة والتأكد من استعمال الناموسيات التي تسهم في الوقاية من الإصابة بمرض الملاريا والسيطرة عليها. وأضافت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بفرع الاتحاد السيدة قدستي مبرهة أنه من المتوقع أن تسهم المشاركات في جهود رفع الوعي العام والحفاظ على صحة المجتمع، كون أن المشاركات يعملن كإداريات والمشرفات على تنظيمات الجبهة وممثلات الصحة بالقرى بشكل عام، وفي مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية بشكل خاص. وذكرت المشاركات بتنظيم دورات مماثلة على نطاق أوسع نظرا إلى أهمية الدورة في الحفاظ على صحتهن وصحة الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع. ارتفعت نسبة التطعيم في عام 2025 في المركز الصحي لإدارة ضاحية ربربية بمديرية فورم. ووفقا لمسؤول المركز الصحي في ربربية الممرض المساعد كيدان محاري، فقد ارتفع عدد النساء الحوامل اللاتي يتلقين الرعاية الصحية بنحو 20%، كما ارتفع عدد النساء الحوامل اللاتي يضعن حملهن في المراكز الصحية بأكثر من 13%. وأضاف أن عدد الفحوصات التطوعية ارتفع أيضا بأكثر من 5% بفضل الحملات المستمرة، مشيرا إلى أن معدل الإصابة كان من بين 238 امرأة حامل خضعن لفحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة. وأوضح الممرض المساعد كيداني أن المنطقة نظرا لوقوعها بين وادي حداس ووادي علي قدي الكبيرين تعد منطقة يكثر فيها البعوض، مشيرا إلى أنه تم هذا العام تنفيذ عمل فعال بالتنسيق مع الشركاء للحد من انتشار البعوض. يخدم مركز ربربية الصحي أكثر من 11,000 من سكان إدارات ضواحي ربربية وعرابته ومحفيدة، بالإضافة إلى أجزاء من إدارات ضواحي مالكا ووادي حداس. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت تستمر معكم من الفضائية الإريترية، ولكن بعد الفاصل.
مشاهدينا على الصعيد العالمي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقدم فورا على فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% ويواصل المضي في إجراءات تجارية بديلة، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها تجاوزت صلاحيات السلطة التنفيذية. وأسقطت المحكمة في قرار صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب استنادا إلى قانون صلاحيات الطوارئ في نكسة كبيرة له في واحدة من أبرز سياساته الاقتصادية. ويتمحور الحكم على الرسوم التي فرضت استنادا إلى قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وهو قانون يعود إلى عام 1977 ويستخدم عادة في العقوبات وأدوات اقتصادية أخرى. وكان ترامب قد استند إليه لتبرير ضرائب واسعة على الواردات. وقد استخدم رؤساء أمريكيون آخرون هذا القانون مرات عديدة، لكن ترامب كان أول من يلجأ إليه لفرض رسوم جمركية. انطلقت طائرات عسكرية أمريكية لاعتراض 5 طائرات روسية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الغربي لولاية ألاسكا، لكن مسؤولين عسكريين قالوا إن الطائرات الروسية لم ينظر إليها على أنها استفزازية. وقالت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية إنها اكتشفت وتعقبت طائرتين روسيتين من طراز تو 95 وطائرتين من طراز سو 35 وطائرة من طراز A50 تعمل بالقرب من مضيق بيرينغ. وردا على ذلك أطلقت القيادة طائرتين من طراز F-16 وطائرتين من طراز F-35 وطائرة من طراز A3 و4 طائرات لإعادة التزود بالوقود من طراز KC-135 لاعتراض وتحديد ومرافقة الطائرات الروسية حتى غادرت المنطقة، وذلك وفقا لبيان صادر عن القيادة وفق وكالة Associated Press. أبرمت البرازيل والهند اتفاقا إطاريا بشأن المعادن الحيوية اتفق بموجبه البلدان على العمل بشكل وثيق في مجال معالجة هذه المعادن في خطوة تستهدف تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب اجتماعه مع الرئيس البرازيلي لويس إنسايو لولا دا سيلفا في نيودلهي إن اتفاق المعادن الحيوية سيسهم في تشكيل سلسلة إمدادات جديدة وأكثر متانة. وكان لولا قد وصل إلى الهند في زيارة استمرت 3 أيام. وتعد البرازيل التي تضم ثاني أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم مصدرا بديلا محتملا بالنسبة للهند في ظل سعيها لتقليص الاعتماد على الصين وتأمين مدخلات حيوية لقطاعات الإلكترونيات والطاقة النظيفة والدفاع. وتعمل البرازيل والهند على تعزيز تعاونهما جزئيا من أجل الظهور كصوتين بارزين للعالم النامي والسعي إلى نفوذ أكبر على التقنيات وسلاسل الإمداد التي تعيد تشكيل النظام العالمي. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها تخطط لإطلاق مهمتها المؤجلة إلى القمر أرتميس 2 في 6 من مارس المقبل، وذلك بعد نجاح اختبار تزويد الوقود الذي كان قد أدى إلى إرجاء المهمة في وقت سابق من الشهر. ودخل رواد الفضاء ال4 المشاركون في المهمة 3 أمريكيين وكندي واحد فترة حجر الصحي الثانية استعدادا لموعد الإطلاق الجديد الذي أعلنت عنه ناسا مع بعض التحفظات، مشيرة إلى أن أعمالا تحضيرية إضافية لا تزال مطلوبة بعد اختبار التزود بالوقود. ومن المقرر أن تنفذ أرتميس 2 رحلة تستمر 10 أيام حول القمر من دون هبوط، على أن تصل إلى مسافة تقدر بنحو 7600 كيلومتر أبعد من الجانب البعيد للقمر، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته مهمة أبولو 13 عام 1970. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين.
لجان الصلح في القاشبركة تعقد لقاءات لتقييم أنشطة عام 2025. جهود في جنوب البحر الأحمر لمحاربة إزالة الغابات والتصحر. مسؤول فرع الإيرادات في الإقليم الأوسط يدعو لسداد الضرائب في أوانها. ترامب يعلن رسوما جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%. أمريكا تعترض 5 طائرات روسية قرب ألاسكا. البرازيل والهند تتعاونان في المعادن النادرة وسط الضغوط على الإمدادات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.